الشرقية، وخطفوا الطبيب صاحب المستشفى وطلبوا الفدية من أسرته، فدية قيمتها 2 مليون جنيه علشان يتم إعادته. الواقعة دي حصلت لما كان في 7 مسلحين كانوا راكبين عربية بدون لوحات معدنية، قاموا بالتخطيط للهجوم على المستشفى. التخطيط كان كالتالي: 3 منهم كانوا منتظرين وكانوا موجودين على الكوبري اللي موجود جانب أو بجوار المستشفى، وكان معاهم أسلحة نارية، وكانوا بيمنعوا الأهالي من أن هم طبعا يدخلوا المستشفى ويعني ينقذوا أو يحاولوا ينقذوا الموقف. بعد كده قام ال3 منهم أو ال4 التانيين قاموا باقتحام المستشفى وخطفوا دكتور صلاح هو صاحب المستشفى وهربوا بعد كده. الأجهزة الأمنية حاليا بتكثف جهودها علشان تعيد طبعا الطبيب المختطف ده في الوقت اللي المرضى والعاملين طبعا داخل المستشفى. لما دخل المسلحين اللي قاموا بإطلاق الرصاص داخل المستشفى، عمل ده طبعا جو من الرعب والذعر للمرضى أو حتى أهالي المرضى والمواطنين اللي يعني سمعوا بالواقع. احنا هنحاول نجيب كمان مدير أمن الشرقية معانا على التليفون عشان نعرف يعني مش بس على الواقعة دي لكن خلفية الواقعة ازاي يتم تأمين المستشفيات بشكل عام بعد طبعا الحوادث اللي بقت غريبة جدا جدا، والملثمين والمحملين بالأسلحة يدخلوا المستشفيات بالشكل ده ويقوموا كمان باختطاف سواء دكاترة أو في الحالة طبعا دي الدكتور صاحب المستشفى. الحادثة الثانية النهاردة حصلت في الأقصر، والأجهزة الأمنية هناك عثرت على جثتين لحفيدتين النائب الوفدي بمجلس الأمة قبل ثورة 52 توفيق باشا أندراوس. تم العثور عليهم داخل قصرهم التاريخي اللي بجوار معبد الأقصر الفرعوني. اكتشف محامي الأسرة إن مفيش رد بيجي، يعني كان بيحاول يتصل بالقاتلتين يعني ربنا يرحمهم لمدة يومين، لكن ما كانش فيه أي رد. توجه للقصر وبرضه مفيش إجابة، فده اللي خلاه يبلغ الشرطة اللي قامت بعد كده بفتح القصر. وكانت المفاجأة إنه تم العثور عليهم مذبوحين: صوفيا توفيق أندراوس عمرها 80 سنة وشقيقتها لودي عمرها 82 سنة. المفاجأة كمان كانت من خلال معاينة الشرطة للقصر إن مفيش أي آثار للاقتحام أو السرقة. فاللواء أحمد ضيف مدير أمن الأقصر قال دلوقتي إن أجهزة الأمن بتشكل أو شكلت بالفعل فريق من المباحث الجنائية علشان يتوصلوا للمتهمين في الجريمة دي، خاصة إن المجني عليهم طبقا يعني للتحريات المبدئية مفيش أي عداوة ما بينهم وبين أي حد، ومفيش حد أصلا بيتردد عليهم في القصر. أما النيابة العامة قامت بمعاينة طبعا مكان القصر ومعاينة الجثتين وصرحت بدفنهم بعد طبعا ما يتم التشريح. من ناحية تانية بقى جبهة الإنقاذ، طبعا هنتكلم على قصر ليه خلفية تاريخية كبيرة جدا جدا طبعا، فبالتالي جبهة الإنقاذ بقت بتطالب دلوقتي أنه يتم الحفاظ على قصر توفيق باشا أندراوس نائب مجلس الأمة في ثورة 19 وأنه ما يتمش هدمه والحفاظ على محتوياته الأثرية لأنه بيحوي طبعا آثار نادرة، وأنه يتم تسليم هذه الآثار لهيئة الآثار فورا واعتباره كمان مزار سياحي. القصر ده هو القصر الوحيد اللي استقبل الزعيم سعد زغلول في سنة 21 خلال طبعا رحلته التاريخية وخلال طبعا الأحداث السياسية اللي حصلت والنفي وما إلى آخره. احنا موجود معانا بداية عشان الواقعة الخاصة طيب نرجع لواقعة الشرقية واللواء. طيب اللواء أحمد ضيف مدير أمن الأقصر هو اللي جاهز معانا على التليفون. مساء الخير يا سيادة اللواء. الو سيادة اللواء أحمد ضيف، انا مع حضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بيكي. اهلا بيكي. يعني اخر التطورات او اللي قدرتوا توصلوا له حتى هذه اللحظه يا فندم في الواقعه دي؟ احنا تم تشكيل فريق بحث بقياده السيد اللواء مدير اداره البحث وضباط اداره البحث. ايوه يا فندم. والوقوف على جميع ملابسات الحادث وظروفها والمترددين وشهود الرؤيه والاماكن المحيطه بالقصر وكل الاحتمالات الموجوده لواقع ارتكاب الحادث، خاصه ان ارتكاب الحادث تم دون كسر لاي نوافذ او ابواب بالنسبه للقصر اللي ساعات حضرتك عرضها حاليا على الشاشه. ايوه فندم. احنا الابعاد اخرى في مدخل من
الخارج من ناحيه معبد الاقصر، بنحط برضه فيه الاحتمالات، بنحط كل الاحتمالات الموجوده بحصر المترددين والمتعاملين معاهم، وكذا حصر المتعاملين الناس اللي بتردد عليهم اللي بتقدم مأكولات وحاجات زي كده، وان شاء الله نتوصل باذن الله في القريب العاجل لمرتكب الواقعه. طيب يا سياده اللواء، في موقع اخباري نقل انه تم القبض على 3 من المتهمين او المشتبه في ان هم قاموا بهذه الجريمه، واتقال ان هم كانوا حاولوا سرقه القصر في وقت سابق. مدى صحه الكلام ده ايه يا سياده اللواء؟ لا الكلام ده ما حصلش، الكلام ده غير صحيح. طيب بالنسبه لحضرتك بتقول ان ما فيش كسر وما فيش اي اقتحام حصل للقصر، حضرتك تاكد لنا معلومه بس او تنفيها، فيها اي حاجه سرقت من القصر يا سياده اللواء؟ لا انا ما فيش حاجه في القصر موجوده عشان تتسرق. ما فيش حاجه موجوده عشان تتسرق. هم ما بيحتفظوش بامواله، ده معروف، الناس كلها معاهم في بيوتهم، هم كل حاجتهم موجوده في البنوك، واطيانهم بره موجوده بالايجار، واللي في حوالي 21 فدان حتى حاليا مستاجره للمحافظه مش للاهالي، لكن في بعض اراضي ثاني اخرى مستاجره برضه لبعض المواطنين في ابناء الاقصر. طيب بس يعني في اثار نادره، في محتويات طبعا تراثيه داخل القصر، هل حضراتكم قمتوا بالجرد الكامل عشان يتم التاكد من هذه المعلومه؟ لا ما فيش يعني هو القصر من جوه هي مكان عادي جدا، ما فيش اي حاجات يعني غير عاديه، مش يعني زي ما هو متصور بقى وبيتصور اعلاميا بالصوره اللي حضرتك بتتقال، لا مش كده، هو خارجيا لكن داخليا لا. طب يعني يا فندم، من خلال خبرة حضرتك طبعا لها نسبة التحريات أو التحقيقات، لكن ممكن يكون في تصور مبدئي، يعني لما ما يكونش في حاجة اتسرقت وتدخل القصر بالشكل ده، يبقى الدافع إيه ما دام ما فيش سرقة؟ والله احنا بنحط كل الاحتمالات، ما جايز يكون يعني في هل في خصومات بينهم وبين حد، حصل مشادات بينهم وبين حد تاني من المواطنين، هل ليهم علاقات يعني فيها نوع من يعني الجبر شويه على بعض المواطنين او المستاجرين للاراضي، حاسين فيها بغبن وكلام زي كده، فكل المعطيات الموجوده احنا بنبحثها. سيادة اللواء أحمد ضيف مدير أمن الأقصر، بنشكرك شكرا جزيلا يا فندم على وجودك معانا دلوقتي اللواء محمد كمال مدير أمن الشرقية، على خلفية طبعا الهجوم والاقتحام اللي حصل للمستشفى، مستشفى صلاح التخصصي في منيا القمح، واختطاف صاحب هذه المستشفى. مساء الخير يا سيادة اللواء. أهلا، مساء النور. أهلا وسهلا. يعني إيه اللي توصلتوا له يا فندم يعني، وهل تم القبض على أي مشتبه به؟ وحضرتك البلاغ ده احنا تلقيناه الساعة 4:30 صباحا من قرية العزيزية مركز منيا القمح. يا فندم. باختطاف الدكتور من المستشفى، العيادة والمنزل، والعيادة وفي المنزل سعادتك في مكان واحد. تمام. العاملين اللي عنده في المستشفى قالوا ان في تليفون جالهم ان في شخص مصاب بحالة مرضية وفي حاجة شديدة للإسعاف، وهل الدكتور موجود ولا لا؟ العاملين اكدوا لهم وجود الدكتور. بعد 10 دقائق دخلوا عليهم، على حسب روايتهم 4 اشخاص ملثمين بسلاح، طلبوا منهم انهم يطلبوا الدكتور. طلبوا الدكتور نازل، راحوا ماسكينه اختطفوه، خدوه الى عربيه بدون لوحات معدنيه، وكمموا عفاهم ببلاستر لاصق وسابوهم وهربوا. دي روايه المبلغين واكدها. الروايه دي بتقول ان الكلام ده حصل الساعه كام يا سياده اللواء؟ 4:30 صباحا تقريبا حضرتك. طبعا لسه طبعا عندنا فريق بحث على اعلى مستوى شغال بقياده مدير البحث والامن العام، يبحث كل علاقات الدكتور والاشخاص المبلغين واللي اشتهر عنهم ارتكاب مثل هذه الجرائم، وربنا يوفقهم ان شاء الله. طب حضرتك بتقول دي روايه المبلغين، لكن يعني من التحريات او التحقيقات الاوليه يا فندم؟ لا، ما يعني لو في روايه ثانيه احنا في حاجات ما بنقدرش نقولها دلوقتي لغايه لما ربنا يوفقنا ان شاء الله. ان شاء الله. بس يا سياده اللواء، وحضرتك طبعا انا بكلم مدير امن الشرقيه، الواقعه دي مش تخلينا نشعر بالخوف ونقول فين دور الامن لتامين المستشفيات في المرحله دي؟ لا، اولا دي مستشفى خاص وما فيش اي خوف، لان دوت بلاغ مثلا بيجي لنا بلاغ مماثل ليه كل 2-3 بالنسبه لعدد 23 مركز واسمه 9 مليون،
ولما هتظهر حقيقتها هنكون على اتصال بحضرتك وان شاء الله ما فيهاش خوف. بس حتى لو مستشفى خاص ده ما يمنعش ان يكون في يعني اي نوع من انواع التواجد الامني حتى في المنطقه المحيطه. يعني احنا مش بنأمن صاحب موجود. المستشفى، احنا بنأمن المرضى، بنأمن الاهالي العاملين، الاحساس العام عند المواطن دلوقتي. لا بالطبع يا استاذه لبنى، والتواجد موجود وكل حاجه، بس وانا بقول لحضرتك البلاغ بقول في اتصال تم تليفوني قبل وصولهم ب 10 دقائق، فيعني ان شاء الله بعد ما يوصل البلاغ هيكون في تفاصيل اكتر يا استاذه باذن الله. قول لي يا ست اللواء، يعني برضو من خبره حضرتك الاسلوب ده انه يتصل الاول واللي يقف على الكوبري يامن والناس اللي تطلع يعني الاسلوب والنوعيه دي من الجرائم بخبره حضرتك وخلفيتك طبعا شايفها ازاي؟ يعني ده تطور يعني في اسلوب الجرائم وراجع لايه؟ أنا جرائم الخطف تكاد تكون محدودة، مش عندي بس، ده على المستوى العام، إن جريمة الخطف ده جريمة كبيرة، جريمة مش صغيرة. بس زادت من بعد الثورة يا ست اللواء، موضوع الخطف وخطف الأطفال لا ننكر هذا طبعا زادت، لأن بقول لحضرتك الشخص المجرم المعتاد الأساسي بتاع اللي الناس كانت عارفاه، اللي هو ليه صورة وش وجنبه الكلام ده أنا بتعامل مع نوعية جديدة من المجرم. يعني آخر قضية خطف عندي اللي جبناها بتاعت القرين اللي هي كانت بعد 20 يوم بتاعت الطفل، كان ولاد عمه وكان مطلوب 5 مليون جنيه وكان فيهم سيدتين يعني. فانا مش عايزين نسبق الاحداث، وان شاء الله احنا مش عايزين نهول ولا نهون من البلاغ ان شاء الله باذن الله. طيب أنا بشكرك شكرا جزيلا، مش هنسبق الأحداث صحيح، لكن هنتابع بشكل مباشر مع حضرتك طبعا الواقعة بتاعت الشرقية، الواقعة بتاعت الأقصر، وفي كتير طبعا من الأخبار التانية المؤسفة الحقيقة اللي هنتكلم فيها. أنا بشكرك سيادة اللواء محمد كمال مدير أمن الشرقية. الواقعة بقى اللي كان يعني لو لا قدر الله المسألة دي كانت حصلت بالفعل كنا هنبقى في كارثة حقيقية. امبارح بس كنا بنتكلم عن الوضع الأمني في سيناء وطبعا الجلسة اللي جمعت ما بين وزير الدفاع وما بين قبائل سيناء أو شيوخ القبائل هناك. لكن النهاردة وطبعا كلام المتحدث باسم القوات المسلحة النعمات الأمنية مستمرة في سيناء ولم تتوقف، وهنحقق أو حققنا بالفعل نتائج إيجابية. والنهاردة قال المتحدث باسم القوات المسلحة العقيد أحمد محمد علي قال إن عناصر من الجيش المصري الحمد لله قدرت إنها تحبط محاولة تفجير كنيسة رفح النهاردة الفجر. قال الكلام ده على صفحته الرسمية على الفيسبوك، وقال إن كان في 3 دوريات تابعة للقوات المسلحة كانت يعني نجحت الحمد لله في إنها تظبط عربيتين بدون لوحات معدنية. تحديدا كان الكلام ده في المنطقة اللي ورا حي الصفا ما بين كنيسة رفح وما بين واحدة من الوحدات العسكرية اللي لسه تحت الإنشاء. قال إن في واحدة من العربيتين دول قدرت إنها تهرب، وكان فيها مجموعة أيضا بقى ده المصطلح بنقوله على طول الملثمين، لكن قدروا إن هم يمسكوا العربية الثانية. فتشوها لقوا فيها 4 أشولة من مادة TNT المتفجرة، 2 سلاح آلي، خزنتين، 50 طلقة، 5 مفجرات كهربائية، قاذف RPG ودانة RPG. ودلوقتي عناصر القوات المسلحة بتمشط المنطقة بحثا عن السيارة الأخرى الهاربة. نروح للسويس، والأجهزة الأمنية هناك ضبطت أسلحة وطلقات وقذائف في منطقة ال40 بعد ما جه معلومات للأجهزة الأمنية في السويس إن في أحد الأشخاص بيقوم بإخفاء أشياء في منطقة المقابر القديمة في حي ال40 أو في منطقة ال40، وإن هم شافوا المسألة دي في وقت متأخر من الليل. قامت الأجهزة الأمنية بالفعل باتخاذ كل الإجراءات الأمنية، والقوات مشطت المنطقة، ونتج عن ده العثور على 150 راس RPG، صاروخ طوله حوالي نص متر، 5 دانات مدفع، 2 فتيل تفجير، سلاح آلي، خزنة فيها 6 طلقات من نفس العيار، 2 فرد خرطوش، 10 طلقات خرطوش برضو من نفس العيار. طيب نبعد شوية بقى عن الأخبار المزعجة دي بالتأكيد ونتابع بقية أخبارنا. وامبارح كان مهندس أسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون الأسبق خرج بالفعل بعد إنهاء إجراءات الإفراج عنه من اسم بولاء الدكرور بعد ما كان صدر قرار من المحكمة بإخلاء سبيله وإعادة محاكمته مرة تانية. أنا عايز أحكي حاسس بإيه بعد الفترة اللي حضرتك قضيتها الفترة اللي فاتت؟
يعني شعور اي واحد كان بعيد عن اهله ورجع له، فيعني ده شعور طبيعي عند كل الناس، مبسوط الحمد لله وبشكر ربنا يعني. ازاي ممكن حضرتك تقيم الفترة اللي فاتت دي بالنسبة لأستاذ أسامة الشيخ؟ فترة مهمة في حياتي. بالنسبة لي كانت فرصة ان انا اقرب لنفسي، اقرب لربنا اكتر، اثقف نفسي في الحاجة اللي ما كنتش عارفها، بحاول اعرفها، بقرا كويس، بس مفيدة. ممكن نتكلم شوية بالنسبة لأسامة الشيخ الشخص، ايه الفرق بين الفترة اللي فاتت والفترة دي؟ يعني الفترة اللي قضيتها فرقت مع حضرتك ازاي بالنسبة لحضرتك؟ الفرق ما اتغيرتش خالص، انا زي ما انا. مواطن مصري، فضلت زي ما انا مواطن مصري، مرتبط بالدنيا، مرتبط بالبلد، مرتبط بالناس، مرتبط باهلي، ما حصلش اي تغيير. وضع التلفزيون المصري او التلفيزيون عامه، سواء القنوات الخاصه او القنوات العامه، خصوصا بعد التغيرات اللي حصلت بعد الثوره. القنوات الخاصه انا ما كنتش بشوفها في السجن، لان المتاح هو القنوات الارضيه. التلفزيون المصري فيه مجهود، ما بيبانش المجهود والتغييرات الا بعد فتره، الناس بتبتدي تتعود على الحاجه يعني. لكن مليان كوادر كويسه وبيجتهدوا وبيشتغلوا وربنا يوفقهم. شوفي الاعلام زي اي كمنتج انساني، خدت بالك، وفكري، مش عايز اقول يحارب، يعني يساقي بس سجال بين الاعلام والاعلام، بين الفكر والفكر، لكن مش بالاطراف تشتم في بعضها، لان في الاخر في مشاهد ذكي قاعد في بيته على الكنبه مرتاح ومبسوط وعمال يتفرج ولا يحكم. انا كنت بتابع نشرات الاخبار بس، وبعض البرامج التوك شو، استوديو 27، صفحه جديده، وبرامج كويسه وفيها مجهود كويس. ماشي، تسلمي، الله يخليك. وميرسي. امبارح تابعنا قداس عيد الميلاد المجيد طبعا في الكاتدرائيه، والنهارده استمرت الاحتفالات طبعا الخاصه بالاخوه الاباط، وكل سنه وحضراتكم طيبين. وقام النهارده دكتور هشام أنديل رئيس الوزراء بزياره البابا توادروس الثاني بابا الاسكندريه وبطريرك الكرازه المرقسيه في الكاتدرائيه بالعباسيه، وقدم طبعا التهنئه. وقال دكتور هشام أنديل ان مصر بتمر بمرحله انتقاليه صعبه زي اي مرحله متعثره بعد الثورات، وقال انه لازم في المرحله دي ان يكون في تكاتف، وان المصريين كلهم يعملوا، ومحتاجين كمان للاتحاد في حب مصر من اجل نشر السلام. كل عيد وله طابعه وبهجته وفرحته الخاصة، وعيد الميلاد يعتبر ثاني أهم الأعياد القبطية، ويمثل ذكرى ميلاد يسوع المسيح. بعد الاحتفال بالأمس في الكاتدرائية مع البابا توادروس، يخرج المسيحيون اليوم مع أطفالهم لزيارة الكنائس والاحتفال بأجواء العيد المختلفة، بالرغم من ظروف الطقس الغير مستقرة. الاحتفال بدأ من امبارح، ورحنا الكنيسة مع بعض أنا وكل عيلتي، وحضرنا القداس وتناولنا ويعني وصلينا مع بعض. أنا جيت مع بابا وماما واشتريت هدوم جديدة عشان احتفل بالعيد. أنا جاية مع بابا وماما بحتفل بعيد ميلاد بابا يسوع. نشرت وزارة الداخلية قواتها في الشوارع لتأمين الكنائس منعا لأي اشتباكات أو أحداث قد تعكر صفو عيد الميلاد. تأمين كويس، يعني أنا شايف في ناس كانت امبارح موجودة بالليل في عساكر وفي ضباط كتير، والحمد لله الأمور لغاية دلوقتي الحمد لله طبيعية، يعني مفيش أي حاجة يعني الحمد لله. ونتمنى إن الأمن يزيد أكتر عشان الناس تحس فيه أمان، والناس تحس بالدفء فعلا زي اللي كان قبل كده. بالرغم من أن هذا هو عيد الميلاد الأول بعد وفاة البابا شنودة، إلا أن عادات وتقاليد هذا العيد لم تتغير عن الأعوام السابقة، وها هم يحتفلون محملين بآمال عديدة مع البابا الجديد البابا توادروس. حاسين بافتقاد ان هو رحل عنا، بس احنا واثقين ان هو في مكان احسن، وشايف يعني انا حاسه ان البابا توادروس يعني شخصيه كويسه. احنا لسه ما لمسناش حاجه، بس حاسين ان هو متفائل، يعني بيبث فينا روح الامل والتفاؤل. يعني اجواء عيد الميلاد لم تختلف كثيرا في الكاتدرائيه،
فلقد استقبل البابا توادرس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية العديد من الشخصيات لتهنئته بعيد الميلاد. بنهني إخواننا في مصر بهذا العيد، ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يعيد على مصر دائما الأعياد كلها بالخير واليمن والصحة والسعادة. كلنا طول عمرنا اتربينا مع بعضنا، وكلنا مع بعضنا، وكلنا ايد واحدة بمشيئة الله تعالى بإذن الله رب العالمين. يمكن حضورنا النهاردة تأكيد على بالفعل وجود المسيحيين في مصر وعلى أرضها وشعبها إخوة، لأنهم كلهم مصريين. لا يوجد شعب مسيحي وشعب مسلم، كلنا واحد. وأقول للأشقاء المسيحيين إن مصر وطنكم، ويجب أن نعتز به جميعا ونتمسك به مهما كانت الظروف صعبة. الارتقاء بالشعب المصري بكل أديانه وطوائفه، ونشر المودة والمحبة التي تربط أبناء هذا الوطن، هذا ما أكد عليه كل من هنأ اليوم البابا توادرس. مي عدلي، الحياة اليوم. النهارده الرئيس محمد مرسي استقبل بعثة صندوق النقد الدولي لاستكمال المشاورات الخاصة بحصول مصر طبعا على قرض من الصندوق، قيمته طبعا زي ما حضراتكم عارفين 4.8 مليار دولار. الرئيس قال النهارده خلال اللقاء ان الاقتصاد المصري بدأ في التعافي في ال4 شهور اللي فاتوا، ولولا خروج البعض عن سلمية العمل السياسي لاستمرت هذه الزيادة. قابل كمان دكتور هشام أنديل رئيس الوزراء، او استقبل بعثة الصندوق، وكان حاضر الاجتماع وزير التخطيط والتعاون الدولي ومحافظ البنك المركزي زي ما بقول لكم لاستكمال هذه المشاورات. عشان نعرف تفاصيل اكتر احنا معانا على التليفون دكتور اشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي. مساء الخير يا سياده الوزير. النور يا زربنا. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. يا ريت نعرف ايه اللي تم النهارده يا فندم. والله يعني كانت زيارة سريعة لوفد صندوق النقد. عملنا اجتماع الصبح مع السيد رئيس مجلس الوزراء، ثم اجتماع بعد كده مع السيد الرئيس. أيوه. شخصيا. الحقيقة كان في اتفاق تام بين الطرفين على أهمية العودة سريعا لاستكمال المفاوضات لاستكمال الحصول على القرض ال 4.8 مليار دولار. واتفقنا من حيث المبدأ ان شاء الله في بعثة فنية هتزورنا يعني في اقرب وقت ممكن، واقرب وقت ممكن دي يعني الحقيقه لسه ما تحددش بالظبط. وفي بعثه مصريه كمان يعني هتبادل الزياره بالزياره. لا يا فندم، بعثه فنيه من الصندوق هتيجي تزور مصر ان شاء الله في اقرب وقت ممكن، لكن في بعض الاجراءات الاداريه طبعا من عند الصندوق وكده، وباذن الله بتيجي البعثه مصر يعني في اقرب وقت ممكن يعني، لكن امتى بالظبط لسه ما تحددش الميعاد الحقيقي. طيب يعني الهدف استكمال المشاورات ده مفهوم، لكن ايه اللي تم بحثه الكلام فيه؟ المحاور، الاصلاح الاقتصادي، مساله الضرائب، مش هتكلم على اشتراطات. هو الوقوف يعني الوقوف على الوضع البرنامج اللي احنا اعلنا عنه في اكثر من يا فندم. وقلنا ان هو موجود على الانترنت، وقلنا ان هو عملنا عليه مجموعه من اللقاءات الاسبوع الماضي تحديدا في اطار المبادره الوطنيه للانفراد الاقتصادي اللي اعلن عنها السيد رئيس مجلس الوزراء، وحصل نوع من التوافق لحد بعيد على معظم الاجراءات اللي موجوده في البرنامج بتاعنا، لكن في الحقيقه بعض التحفظات على فيما يتعلق بضريبه المبيعات تحديدا. وبالتالي هيكون يعني في مراجعه ليها بحيث ان احنا نضمن ضريبه المبيعات يا دكتور اشرف المتعلقه بالزياده اللي تم تاجيلها بخصوص عدد من السلع، يعني ده كمان بالظبط كده. هو ده الحقيقه كان اغلب ردود الافعال اللي جات لنا خلال الفتره الماضيه كان على هذا الموضوع تحديدا، لكن الحقيقه باستثناء ده بقيه البرنامج الحقيقه عليه شبه توافق، فيما يتعلق بضريبه الضريبه العقاريه. بس تاجيل بس احنا اجلنا تطبيق الضريبه العقاريه. لا العقاريه موجهه يعني 1 يوليو 2013 ده اللي احنا اعلناه بوضوح وكده، او على صعيد دعم الطاقه برضه الاجراءات اللي احنا هنتبعها على صعيد دعم الطاقه اعتقد ان هي برضه عليها توافق الى حد كبير جدا. وبالتالي ده اللي كان الكلام النهارده مع صندوق. هم الحقيقه مرحبين ومأكدين على يعني اهتمامهم الشديد على اعلى مستوى
بدعم مصر خلال الفتره القادمه، وباذن الله يعني قريبا جدا قريبا في كلام بيتقال انه على اخر الشهر ده بالكتير قوي هيتم التوافق يعني على احنا في اقرب، يعني بمعنى بكل ما تحمله الكلمه من معنى، يعني في اقرب فرصه من كده، لكن التوقيت امتى يوم ايه بالظبط الحقيقه ده ما اتفقناش عليه. طيب انا هاخد حضرتك لموضوع تاني، لكن برضو في ملف الاقتصاد يا دكتور اشرف، وتصريحات حضرتك النهارده بخصوص مفاوضات بتجريها الحكومه مع الاداره الامريكيه لاسقاط الديون المستحقه على مصر. عايزه اعرف تفاصيل الموضوع ده، وايه اخر المفاوضات وصلتوا لايه يا فندم؟ لا هو انا اوضح طبعا، هو في احنا قلنا ان في برنامج يعني كان طرحه الرئيس اوباما في مايو 2011 وكان تفاصيله ان في 450 مليون دولار اسقاط ديون مستحقه على مصر. صحيح. وبالاضافه الى يعني بقيه المليار حوالي 550 او 650 مليون دولار كان الطرح من الجانب الامريكي ان هو يكون مبادله دين. لكن الحقيقه اللي احنا مركزين عليه او الجانبين يعني سواء المصري او الامريكي حاليا هو ال 450 مليون دولار اللي هم اسقاط الديون. والحقيقه برضو بمنتهى الوضوح يعني زي حاجات كثيره جدا يعني بترتبط ارتباط شديد بالتوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي يعني، لكن بمجرد التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي ان شاء الله نفعل هذه الشريحه، باعتبار طبعا امريكا يعني هي ليها الكلمه العليا في النهايه طبعا على حتى الصندوق. شكرا جزيلا لحضرتك دكتور اشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي، شكرا لحضرتك، ومستمرين معاكم بعد الفاصل ان شاء الله.